وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده ازاي تقدر تنظم يومك، وعرفنا افضل جدول لافضل راجل جه على مر البشرية كلها، النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي تقدر تستفاد منه، وازاي تقدر تخلي يومك هو انجح يوم في الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ بتعرف تنظم يومك يا صديقي؟ طيب بتعرف تخلص كل الحاجات اللي وراك من غير ما تيجي تنام بالليل وتقول يا ريتني خلصت الحاجات اللي عليا النهارده؟ وهل بتراكم يا صديقي؟ هل بيجيلك الداء اللي بيخليك تركن الحاجات وتقول بكره يا عم هعمل؟ ان هو ده التسويف يا صديقي. المشكلة اللي حيرت كتير من الناس واللي واجهت الطلبة والموظفين والآباء والأمهات والأولاد، ازاي نحل المشكلة دي؟ بس مش بأي طريقة يا صديقي، ده احنا النهاردة هديك جدول بتاع أعظم واحد كان بيعرف ينظم يومه في التاريخ. كان بيعمل كل حاجة يا صديقي، بيقعد مع أهله وبيقعد مع أصحابه وبيشتغل. ومش بس كده يا صديقي، ده كان قائد دولة. مين هو الراجل ده؟ وازاي كان بيقدر ينظم يومه؟ وازاي نقدر نستفيد من الشخص ده؟ وازاي اعرف انظم وقتي واخلص كل الحاجات اللي ورايا وما اجيش في الاخر واقول ده انا بنامش يا عم، انا مش قادر اديلي مش عارف كام يوم مطبق على شوية حاجات وفي الاخر ما خلصوش. يلا بينا يا صديقي، عشان ده موضوع فيديونا النهارده. لايك واشتراك، وما تنساش تتابع قناتنا على الواتساب يا صديقي، بننزل على حاجات هناك لوز. يلا بينا يا صديقي، يلا بينا. خلينا متفقين في البداية يا صديقي إن وقتك هو أغلى حاجة في حياتك، رأس مالك يا صديقي اللي هتحاسب عليه يوم القيامة. الحاجة اللي بتضيعها في حاجات ملهاش لازمة، ولو صدق فيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هتقول لي يا عم أنا مش فاضي، ورايا دروس ومذاكرة، واللي بيشتغل، واللي ورا مش عارف إيه، والأولاد وبابا وماما ومش عارف إيه وإخواتي. يا عم مش فاضي والله، باجي على آخر اليوم مش قادر، بتهدي وأنام. ده ناتج يا صديقي إن أنت ماشي يومك بعشوائية. هتقول لي أعمل إيه يعني؟ ما هي الحاجات اللي ورايا كتير. اقول لك يا صديق، جميع العظماء كانهم 24 ساعه برضه، بس الفرق بيننا وبينهم ان هم كانوا بيعرفوا ينظموا يومهم كويس. وخلينا متفقين على حاجه تانية يا صديقي، ان الجدول اللي بتحطه كل اول سنه ده وتقعد تقول بقى انا هقعد اذاكر من الساعه 5 للساعه 6 و17 دقيقه، ومن الساعه 6 و18 دقيقه لحد الساعه 8 هقعد اراجع، من الساعه 8 للساعه 9 ونص اروح الجيم، مش عارف ايه، وتقعد بقى تحط حاجات وفي الاخر تركنها في الثلاجه وما تعملش حاجه. لا يا صديقي، ما بتحسبش كده. هتقول لي امال بتحسب ازاي؟ اقول لك تعالى يا صديقي، بص، اول حاجه اتعلم من غيرك يا صديقي، او اتعلم من اخطاء نفسك. شوف انا كنت بعمل ايه بيضيع وقتي. تقعد بقى تلعب مع القطه، تقعد على الموبايل، على الريلز ولا على الشورتس على اليوتيوب. لا بس ما عندي فيجن انا يا صديقي، انا حاله شاذه، انا مستسلم. المهم يعني، شوف انت كنت بتضيع وقتك فيها يا صديقي، وارمي كل الحاجات دي في الزباله، خلاص ملهاش لازمه. غالبا دلوقتي الكل بدا الدروس او الكل بدا شغله، فانت لازم يا صديقي تبقى منظم يومك بحيث تعمل اكتر حاجات مهمه واكتر عدد ممكن من الحاجات في اليوم بتاعك، وتستغل يومك احسن استغلال. هتقول لي يا عم قعدت اطلم في نفسي بقى ومش عارف ايه، وتقول لي كلام ملوش اي 30 لازمه. قول لي حاجه عمليه طبقها. طيب اقول لك يا صديقي استنى على الرز لما يستوي، اقول لك اخر حاجه، وبعد كده هقول لك على حته جدول. بص من الاخر، جدول واللي الراجل كان بيعرف ينظم يومه، بص عالمي. تعرف من شويه كده. المهم خلينا نتفق على ثالث حاجه يا صديقي، ان احنا هننام كتير. عارف انا يا صديقي في القبر. شوف يا صديقي، افتكر كده حد كان ميت لك من كام سنه، شوف اديله كام سنه تحت التراب. انا عارف ان الزمان بيختلف والحياه بتختلف من هنا لهناك يا صديقي، بس اللي عايز اوصله لك ان احنا لازم نجهز للسنين اللي هنعيشها هناك. هل انت لو مسافر يا صديقي ما بتاخدش معاك ميه واكل وبتاع، وتقول السفر 13 14 ساعه؟ عادي يا عم اصبر. فما بالك يا صديقي لو قعدت عشرات بل مئات بل ممكن تقعد الاف السنين؟ انت متخيل يا صديقي؟ فلازم تستغل كل دقيقه من وقتك وتحول اي حاجه بتعملها في حياتك لطاعه. هتقولي ازاي؟ هقول لك، حول المذاكره بنيه طلب العلم، بنيه بر الوالدين. حول الشغل بنيه العمل اللي انا ما مديش ايدي لحد، والمؤمن القوي خير عند الله واحب من المؤمن الضعيف. حول تربيتك لاولادك بنيه ان هم يطلعوا يفيدوا الامه، ويطلعوا دكاتره ومهندسين ودعاة واساتذه ينفعوا الناس وينفعوا بلدهم. حول الترفيه يا صديقي لحاجه بتقول اروح عن نفسي بس، سامح حاجه مش حرام يعني، اروح عن نفسي عشان الحاجات دي تعيني على العباده وعلى طلب العلم وعلى المذاكره وعلى بر الوالدين وعلى كل الاعمال الصالحه دي. حول الاكل يا صديقي، الاكل والشرب لحاجات بتعينك على الحياه. حتى النوم يا صديقي حوله برضه لعباده. تقول لي ازاي؟ اقول لك بنيه اللي انت بتتقوى بيه على العمل، على الشغل، على العباده. شايف يا صديقي كل حاجه في حياتك، كل دقيقه كل ثانيه ممكن تحولها لعباده. وصلت يا صديقي ان في بضع يعني الراجل اللي بيجامع زوجته فيها صدقه. ازاي؟ اقول لك يا صديقي ان هو بينوي ان هو ما بيعملش حاجه حرام، وان بيعمل الحاجات دي عشان ما يعملش الحاجات الحرام، ما يزنيش وما يمشيش شمال. وبينوي ان الاولاد اللي هيخرجوا من ذريته هيربيهم عشان ينفع بيهم البلد بعد كده. فشوف يا صديقي، اي حاجه في حياتك حولها لطاعه، حولها لعباده، وحولها لحاجه ترضي بيها ربنا،
عشان انت رايح هناك يا صديقي وهتقعد شويه اكتر قوي انا تحت القبر، فخلي بالك يعني. ويلا بينا يا صديقي نتعرف على الجدول اللي باذن المولى سبحانه وتعالى هيكون نافع جدا ليك بجد بجد. لو طبقته هتستفيد منه، بس لو الجدول يا صديقي هيبقى عام وانت طبقه على حياتك الخاصه. الراجل يا صديقي اللي انا بكلمك عنه من اول الفيديو واللي انا عارف اللي انت عاوز تعرفه يا صديقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهتفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول ونبي وبس، وده طبعا كفايه. ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالرساله ثقيله يا صديقي. لكن هو كان اب وكان زوج وكان صاحب وكان قائد دوله يا صديقي، والاهم ان هو كان في كل ده كان ناجح صلى الله عليه وسلم. كان اب غير عادي. شوف كان بيعامل ولاده ازاي، شوف كان بيداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما احفاده ازاي، شوف كان بيتكلم مع فاطمه رضي الله عنها ازاي، وكان زوج رائع. شوف كان بيعامل زوجاته ازاي، والحكايات اللي بتحكيها ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها ولا السيده عائشه رضي الله عنها. شوف الحكايات يا صديقي. ولا كان الصحوبيه بقى، الصحوبيه دي كانت حاجه ما اقولكش فوق الممتازه. شوف كان بيعامل اصحابه ازاي، الود والرفق واللين صلى الله عليه وسلم. ولا كان قائد دوله اسطوري. شوف الحروب اللي انتصر فيها ازاي، وشوف بنا دوله عامله ازاي، شوف الاركان بتاع الدوله. فكان لازم جدول ينظم كل الكلام ده عشان يطلع في ابهى صوره، وهو كان مثال يحتذى به صلى الله عليه وسلم. فخد الجدول ده يا صديقي ويعمل بيه في حياتك، وان شاء الله هتكون من الناجحين في حياتك العامه او في دراستك او حتى في شغلك يا صديقي. بص بقى، اصحى قبل صلاه الفجر، صلي ركعتين قيام ليل، وتاكد ان الركعتين دول هيدوك طاقه لبقيه اليوم. بعد كده يا صديقي تيجي صلاه الفجر، وما ادراك ما صلاه الفجر يا صديقي. تخيل انت لما بتصليها تبقى في ذمه الله، دي كفايه اصلا. انت لما بتصلي تبقى في حفظ ربنا، مين اللي يقدر يقرب منك؟ مفيش يا صديقي. بعد ما تصلي الفجر يا صديقي تعيش لحظات مع القران ومع اذكار الصباح دايما كده يا صديقي. خلي عندك بقى صلاه الفجر حتى لو صفحه ورد كده تتدبره من كتاب المولى سبحانه وتعالى واذكار الصباح. مش محتاج اقول لك اهميه اذكار الصباح. عارف القلاع يا صديقي، عارف الحصون الجدران اللي بتبنيها حواليك، هي دي اذكار الصباح. حاجات كده بتحطها حواليك عشان مفيش مخلوق يقدر يقرب منك يا صديقي الا باذن المولى سبحانه وتعالى. بعد كده يا صديقي اعمل اهم حاجه في حياتك او في يومك، اهم الحاجات كلها اعملها وجمعها في الحته دي اللي هي ما بين الساعه 5 والساعه 12. بص الوقت ده فيه كميه بركه انت ما تتخيلهاش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بورك لامتي في بكورها، لدرجه ان الغرب اللي مش مؤمنين بالسنه ولا مؤمنين بالقران ولا مسلمين اصلا الفوا كتب في اهميه الصباح، لدرجه ان في كتاب اسمه معجزه الصباح. تخيل يا صديقي، تخيل ان الوقت ده مهم جدا، فلازم تستغله يا صديقي. سواء في مذاكرتك، سواء في شغلك، سواء في اي حاجه مهمه في حياتك، حطها في الوقت ده. انت هتيجي اصلا على الساعه 11 12 كده انت خلصت كل حاجه وراك، ومعاك بقيه اليوم كله فاضي ما وراش حاجه، خلصت اهم حاجاتي في الوقت ده. وبعد كده يا صديقي يجي وقت صلاه الظهر. طبعا ما تنساش صلاه الضحى يا صديقي، بتبقى حوالي من الساعه 7 كده 6 ونص لحد الساعه 12 ونص كده، واحده الا تلت قبل صلاه الظهر، يعني تلت ساعه تقريبا. المهم بتيجي صلاه الظهر يا صديقي زي راحه كده، محطه استراحه، ريست، تقدر على ريست كده يجي عشان يريحك من الاتعاب اللي عملتها ما بين الفجر والظهر. تستريح بقى كده وتعيش الصلاه. طبعا مش محتاجه اقول لك ازاي تعيش الصلاه يا صديقي، لان بفضل الله عملنا فيديو في القناه عن ازاي تدمن الصلاه يا صديقي. ايوه ما تستغربش، لو ادمنت الصلاه يبقى كده انت خدت طريقك للنجاح. المهم بعد كده بتاخد قيلوله حتى لو نص ساعه يا صديقي. مش عايز اقول لك هي بتفرق معاك قد ايه، كميه الفرق يا صديقي اللي بتعمله معاك القيلوله نص ساعه دي. اقول لك ليه؟ لان كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص الحاجه لما بتيجي من ده خلاص يعني مش محتاجه تتراجع. والله جات لك من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، فمش محتاج تراجعها يعني، صح ولا لا؟ تاخد القيلوله دي وبعد كده على الساعه 3 4 كده تبدا تعمل بقى النشاط العقلي. لو كان عليك دروس تبدا تسترجع المعلومات، تحفظ قران، خدت القيلوله خلاص ودماغك صفت وذهنك بقى جاهز ان هو يستقبل المعلومات، فدخله بقى يا صديقي من بعد العصر لحد المغرب يا صديقي. طبعا بعد ما تقول اذكار الصباح، اذكار المساء قصدي يا صديقي، عفوا يعني معلش. المهم بعد ما تقول اذكار المساء تخليها بقى كده وقت لصله الرحم، مثلا تخليها وقت للجلوس مع اهلك، تخليها وقت للجلوس مع اصحابك، طبعا صحبه صالحه يا صديقي مش اي صحبه يعني. تخليه وقت كده تعمل فيه عباده تقرب من الله سبحانه وتعالى، انت بترفه عن نفسك عشان تستعين على اعمالك وعلى عباداتك. بعد كده بيجي وقت صلاه المغرب يا صديقي، فبتصلي المغرب تستريح، وبعد كده ما بين المغرب والعشاء في الوقت ده بقى يا صديقي مارس فيه الهوايه اللي انت بتحبها، سواء بتحب تقرا او بتعمل رياضه. وطبعا يفضل يا صديقي اللي انت تحفظ حتى لو آية من كتاب المولى سبحانه وتعالى. وبعد كده بتيجي صلاة العشاء يا صديقي عشان تختم بيها يومك وتكون المسك اللي تختم بيه كل الأعمال دي. وطبعا مش محتاج أقول لك يا صديقي إن أنت لازم تنام بدري، ما أقولكش على أهمية النوم بدري وإن إزاي لما تصحى قبل الناس كلها ده اللي بيخليك تسبق الناس كلها. فصلي الوتر يا صديقي وقول أذكار النوم، وبعد كده نام يا صديقي، وقبل ما تنام اتوضى وانوي إن أنا بنام عشان ربنا يعيني بالنوم ده
على اليوم اللي بعده، وعلى العباده، وعلى العمل، وعلى الشغل، وعلى المذاكره. وطبعا مش محتاج اقول لك يا صديقي ان في اي وقت من الاوقات لو والدتك نادتك او زوجتك قالت لك روح هات حاجه، طبعا لو حاجات مهمه يعني، لازم يا صديقي تروح وتلبي النداء. عارف ليه يا صديقي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله صلى الله عليه وسلم، فلازم يا صديقي يكون ده قدوتك وده اسوتك. طبعا انت مستغرب يا صديقي ازاي ما عطلكش جدول قلت لك ذاكر من الساعه كذا للساعه كذا، وذاكر من الساعه كذا للساعه كذا، واعمل كذا من الساعه كذا للساعه كذا. اقول لك يا صديقي لان كل واحد حياته مختلفه عن حياه تاني، فانا ما ينفعش احط لك جدول تمشي عليه. بس انت يا صديقي لما تاخد العناوين الرئيسيه تقدر تحط تحتيها احسن جدول مناسب لحياتك. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده ازاي تقدر تنظم يومك، وعرفنا افضل جدول لافضل راجل جه على مر البشرية كلها النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي تقدر تستفاد منه، وازاي تقدر تخلي يومك وانجح يوم في الحياة. وبس كده يا صديقي، انا كده خلصت مهمتي. باقي مهمتك انت يا صديقي، واللي تنشر الوعي بين الناس يا صديقي، وتبان على قناه الواتساب عشان عليها حاجات مهمه جدا وبجد هتفيدك. وعشان ما اطولش عليك يا صديقي، يلا جزا الله عنا عنكم الهموم، شرح لنا ولكم الصدور، اسعد اوقاتنا اوقاتكم فانه هو الحي القيوم، ويعلم اني فيه يحبكم فانه علام الغيوب. ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات يا صديقي. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.